السلام عليكم، ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو سهل وبسيط، وهي حلاوه المولد. كل سنه وانتم طيبين. الفوليه، هنعمل مع بعض الفوليه اللي هي دي اهي. بصوا شكلها عامل ازاي، ما شاء الله، جميله وناشفه ومقرمشه. وان شاء الله اقول لكم على الطريقه، وسهله جدا جدا جدا. يلا مع بعضينا. بص حبايبي، ان شاء الله الفوليه عباره عن طبعا عن فول سوداني، وانا مش جايبه سوداني كتير، انا جايبه تقريبا تمن. وهعمل كميه بسيطه، ولو عجبتكم الطريقه والشكل كتروا الكميه وتضاعفوا طبعا المكونات. هي عباره عن ايه؟ كوبايه سكر صغيره مش مليانه قوي، ونص كوبايه ميه، يعني كوبايه السكر قصادها نص كوبايه ميه. وتحط لها بعد ما تخلص، قبل ما تدفع عليها الفانيليا وعصره الليمون. بس هو كده. وده هنحطه على النار، طبعا هنديله تشويحه عشان الرطوبه اللي فيه تروح، وبيدي طعم احلى كمان. وهوريكم شكله ان شاء الله بعد ما اعمله. اهو يا حبايبي السوداني اهو، هنديله تشويحه على النار عشان نطلع الرطوبه منه. وحطيت السكر والميه، نعمل العسل اللي هو زي بتاع الحلويات بالظبط. ونحط عليه عصره ليمونه، واول ما نطفي عليه نحط الفانيليا، وكده يبقى خلصنا. وهوريكم الشكل ان شاء الله. خليه يسكت ده. اهو يا حبايبي شكل السوداني بعد ما حطيته على النار شويه، طلعت منه الرطوبه. وده العسل اللي احنا عملناه، بس هو ده شكله. هندلقه على طول عليه زي كده، ونقلب زي ما انتوا شايفين كده اهو. ومندلقينه، جايبين صينيه وحاطين عليها كيس تلاجة وفاتحينه ودهنينه زيت عشان يطلع معاكي بسهوله زي كده اهو. هفردها انا مع نفسي حبايبي واوريها لكم ان شاء الله. اهو يا حبايبي بعد ما حطيناه في الصينيه، حطينا نقطه زيت. هتجيبي الطرف بتاع الكيس اللي في التلاجة اللي انت فاتحاه، وتكبسيها بايديكي كده. بصوا كده، كل ناحيه بالطرف بتاعها وتكبسيه، وكده يبقى خلصنا حلاوه المولد اللي هي الفوليه. والحمصيه نفس التكنيك بتاع الفوليه، والسمسميه برده نفس التكنيك، كله زيه بالظبط. بتاكلي احلى فوليه واحلى سمسميه واحلى حمصيه. واول ما قبل ما تبرد تقومي مقطعاها، وهوريكم شكلها ان شاء الله بعد التقطيع. اهو يا حبايبي ده منظرها بعد ما خلصت. بصوا شكلها عامل ازاي. هتاكلي من ايديكي احلى فوليه جميله وناشفه وروعه. وكل سنه وانتم طيبين. اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك الجميل بتاعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.